اللفت مالي السوق وده الموسم بتاعه واوانه. هتكون معاكي اللفتايه طريه وزي الملبن ومش شيخه. وكمان معايا بنجرايه هنا حلوه اهي، وسط، لا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي. وهنعمل احلى لفت مخلل. شايفين الجمال والحلاوه؟ احلى لفت مقرمش من اول واحده لغايه اخر واحده. يلا نشوف اللفت العسل ده هنعمله ازاي. همشي معاكم خطوه بخطوه. ادي اللفت. انا هنا طبعا وانا شارياه مقطعه العروش بتاعته وجايباه بالمنظر ده. هبتدي امسك اللفتايه كده وانضفها. بشيل العروق اللي فيها دي وببتدي انضفها. انا بقصر العروق خالص عشان ما بنحبش العروق، يعني بس بسيب حته بس الصغيره دي كده. وابتدي بقى بص اشيل كل الجذور كده اللي فيه. طريقته سهله وبسيطه. بصوا اللفتايه زي الفل معانا اهو. تاني يا حبايبي هنضف معاك واحده اهي بقطعها. يعني بقى بقطع الجذور بتاعتها كده. وببتدي بقى اشيل كل اللي حواليها كده. اي شعرايه من الجذر بتاعها بروح شايلاها. اي حته لونها مش عاجبني بشيلها. بصوا هخلص بقى الكميه دي وارجع لكم تاني. انا هنا نضفت اللفت كله زي ما احنا شايفين زي الفل. يلا بينا بقى تحت الحنفيه كده ونغسله غسله حلوه. وهنا غسلت اللفت واللفت معانا زي الفل. هنبتدي نقطعه. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا بالفيديو ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك وكومنت حلو وتشجعوني وتشتركوا في القناه علشان انزل لكم فيديوهات كتير. انا هنا بقطع اللفت اهوت، بعمله شرايح بالطول. طبعا كل حد يقطع اللفت الطريقه اللي هو عايزها، بس دي يعني الطريقه المستحبه. بقطع اللفتايه معايا اهي كده شرايح. ولو اللفتايه كبيره شويه ومش عايزه صوابع كبيره بروح اقطعها من النص، وبعد كده بروح اقطع النص ده 2. وابتدي برضو اعمل ايه شرايح صغيره كده ما تبقاش طويله قوي كده. حبايبي انا هخلص كميه التقطيع دي كلها سوري وارجع لكم تاني. وهنا قطعت اللفت بتاعنا زي الفل اهو. بصوا يتاكل كده اخضر من حلاوته. شايفين الجمال والحلاوه؟ هنا في حته عايزه تتقطع 2 هقطعها 2. يلا بقى نشوف هنعمل ايه في اللفت ده. هنحط كده حوالي 4 معالق. انا هنا عندي 5 كيلو لفت. 4 معالق كبار كده ملح. وهقلب كده اللفت بالملح. هاخده بقى دلوقتي احطه على مصفى. هنقله على مصفى تحتيها طبق لمدة ساعتين علشان ينزل المية بتاعته اللي هي بتبقى حاضة. هنا بقول لكم ساعتين بس اللي هسيبهم يصفي ميته. هنا معايا شوية مية كنت غلياهم. المية هنا حطاها نص يعني نص الحاجة اللي انا هحط فيها اللفت. اول حاجة معايا دي معلقة سكر، وده الحافظ اللي بيخلي اللفت ما يتهريش معايا. وهنزل كمان بحوالي 3 معالق كده او معلقتين كبار من الخل. وهنزل كمان ب3 معالق مليانين هرمية ملح. ما تنسوش ان احنا حاطين ملح في قلب اللفت عشان احنا مش هنشطفه، هنحطه زي ما هو كده. وهقلب بقى كل اللي احنا حطيناه ده كده لغايه ما يدوب في الميه. معايا هنا البنجرايه قطعتها نصين. النص الاولاني ده قطعته شرايح رفيعه بالطول زي ما احنا شايفين كده. تمام. النص التاني بقى هجيب مبشره وهبشر بس ايه نصها. يعني هستعمل بنجرايه الا ربع على 5 كيلو لفت اللي انا جايباه. بشرنا حبه من البنجر. وادي اللفت بعد ما سبته ساعتين، والميه اهي بعد ما قلبناها وحطينا فيها البنجر. الرغاوي دي طبعا من التقليب. دلوقتي بقى ابتدي اعبي اللفت الجميل بتاعنا ده اللي شكله يفتح النفس وهو نايم في قلب البطرمان او في قلب العلبه اللي احنا هنخلل فيها. انا هنا بوريكم الميه اللي اتصفت منه. الميه دي يا جماعه يعني حلو ان احنا بننزلها ونرميها
علشان بتبقى زي ما بيقولوا كده حضة، فيها لسعة في اللفتاية. هنملى العلبة لفت، ده طبعا هنخليه في حاجة تانية. ملينا هنا العلبة على قد ما نقدر، شايفين من تحت مليانة ومن فوق، لان هو لما بيتخلل يعني ممكن على اخر النهار كده بيدبل كمان في المية ويقل. هنغطيه كويس، اهم حاجة يتغطى كويس وما يبقاش داخله تهوية عشان ما يبص ويعمل ريم. 3 ايام بالظبط وهناكل احلى لفت. احنا هنا خللناه واللفت معانا شكله خطير. 3 ايام بالظبط وهتاكلي احلى لفت مقرمش ومقرمش من اول حبايه لاخر حبايه. يا رب الفيديو يكون عجبكم.